قدم واحدة من أكثر المباريات المتواضعة هذا الموسم على مستوى دوري الأبطال. على مستوى النتيجة جيد جدا لبرشلونة التعادل يا محمد، ولكن على مستوى الأداء مش هو أداء برشلونة فعلا في الفترات الأخيرة. ولكن الموسم ده فليك عنده مشكلة لما فريق بيضغط عليه بدني بشكل قوي زي ما عمل نيوكاسل في مباراة النهاردة، وشفنا الأداء ده في مباريات كتير الموسم ده نتيجة تراجع الضغط اللي الفريق كان بينفذه الموسم اللي فات مع فليك. فريق الموسم اللي فات كان بيعمل كل شيء في الملعب يا محمد، سيطرة وضغط واستحواذ وانتشار وأهداف وتماسك دفاعي. هنا طبعا ذكاء من أولمو في أنه يروح للمدافع ويجبره أنه هو يرتكب الخطأ. لامين وهدف ضربة الجزاء دي هي التسديدة الثانية لبرشلونة على أثناء المباراة يا محمد، وده يأكد كلامك في أن هي مباراة من المباريات القليلة. بايرن يقسو على أتلانتا في بيرغامو 6 أهداف خارج الديار. لقد كانت نتيجة قاسية ونتيجة وانتصار واضح وصريح بالنسبة لبايرن ميونخ. إذا أردت أن تحصل على نتيجة جيدة ضد النادي البافاري عليك أن تحل بالحدة الهجومية والصلابة الدفاعية، عليك أن توجد التوازن بين الخطوط الثلاثة وأن تحتوي لاعبين النادي البافاري، لأن نادي البايرن ميونخ يحتوي على خيرة اللاعبين على الصعيد العالمي. يقول إذا النتيجة بواقع 6-1 نتيجة قاسية وانتصار صريح، لم يبقى أي أمل بالنسبة لنادي أتلانتا في جولة الإياب. هذه المباراة أكدت أن الفريق كان موفقا في الأسماء التي ضمها سواء على مستوى الإعارة أو الصفقات، أوليسي من جانب وجاكسون من جانب آخر. كلامك صحيح وتحليلك صحيح. التعاقدات في الميركاتو الصيفي أثبتت أنها تعاقدات جيدة وحققت الإضافة القيمة المضافة، مثل ما نرى جاكسون حقق القيمة المضافة على أرضية الميدان. أوليزي أيضا قام بعمل على أحسن ما يرام. موسيالا أيضا يأتي من دكة الاحتياط ويقدم الإضافة لزملائه. إذا نادي البايرن ميونخ هو من الفرق المرشحة للفوز باللقب هذا الموسم. هدف وحيد كان لأتلانتا بعد نهاية الوقت الأصلي، وهكذا شاهدنا فرحة هاري كين الذي فضل بايرن عدم إشراكه في هذه المباراة، الحفاظ عليه وهو العائد من إصابة في ظل هذا الانتصار السهل أمام فريق أتلانتا الذي قدم جمهوره لوحة فنية رائعة فيها الكثير من التقدير للاعبين على مجهودهم على الرغم من هذه الخسارة، مؤكدا هذا التكاتف وهذا التلاحم وهذا الوقوف في أصعب وأحلى كثير. هذه الخسارة الكبيرة لفريق أتلانتا عبد العزيز إلى خسارة كارثية لفريق توتنهام، انتصار كبير لأتلانتا. يعني إن كانت هناك مباراة لإقالة تودور فهي هذه المباراة، ليس لما حدث فنيا بل لاختيار حارس لم يشارك طوال الموسم ككنسكي، لم يشارك تقريبا في أي مباراة في الدوري. فيكاريو كان متواجد، بعد ذلك تشاهد الأخطاء تكون متراكمة في أول ربع ساعة، خطأ من فان دي فين، بعد ذلك هدف لجريزمان، والهدف الثالث يبين أن حالة الارتباك التي يعيشها الحارس خصوصا بأنك تختاره في ملعب خارج ملعبك أمام خصم قوي في دوري الأبطال، فطبيعي بأن تحدث مثل هذه الأخطاء. لذلك أخرج على طول بعد الهدف الثالث وأدخل الحارس الأساسي اللي كان من المفترض أن يدخل منذ البداية فيكاريو. أنا سأكون متفاجئ جدا إذا بقي تودور حتى مباراة ليفربول القادمة، لأن بشكل عام كارثي. وأتلتيكو مدريد متى ما شعر بأن الفريق قادر على الضغط، بأنه قادر على استغلال الأخطاء، فهو يستغل هذا الأمر وتسجيل عدد كبير من الأهداف، 3 أهداف منذ البداية. بعد ذلك أتى الهدف الرابع في 20 دقيقة 22 دقيقة تقريبا، يبين حالة الفوضى التي يعيشها فريق توتنهام مع كم من إصابات كبير، مع تغيير المدربين، مع عدم اختيار المدرب الذي بإمكانه جعل الفريق بشكل أفضل. لكن أعتقد بأن إقالة المدرب يجب أن تأتي بعد هذه المباراة. بورو حاول أن يقلص الفارق بهدف، لكن بالشوط الثاني نوعا ما كانت الأمور أهدى، تمكن أتلتيكو من تعزيز هذا الفارق بالهدف الخامس. بعدين كانت فرصة واضحة أنقذها أوبلاك لريتشاردسون، لكن الفارس تقريبا 30-40 متر يجرب الكرة دون أي مضايقة بعد تمريرة رائعة من جريزمان ويسجل الخامس، أنهى كل الأمور بالنسبة لمباراة الذهاب. لكن رغم ذلك تمكن توتنهام من تسجيل هذا الهدف عن طريق سونانكي
تسجيل 3 أهداف في ملعب توتنهام يبدو صعب في ظل الظروف الحالية، لكن إقالة المدرب يجب أن تأتي بعد نهاية هذه المباراة. الآن نعود إلى ما حدث في نيوكاسل من تعادل إيجابي بهدف لمثله. كابتن وائل ذكر بأن فليك وبرشلونة يعاني عندما يواجه فريق قوي من الناحية البدنية يقوم بالضغط العالي. هل هذا السبب أم أن فليك دخل أصلا من أجل الخروج ربما بتعادل في هذه المباراة؟ هو يعاني حسب رأيي على المستوى البدني. فريق برشلونة معناتها من أفضل الأندية زاد بدنيا، لكن اليوم معناتها لعب ضد خصم اللي فاز عليه في كل الثنائيات، لم يكن موجود خصوصا في وسط الميدان، معناتها كان غايب غياب كلي فريق برشلونة. لم نشاهد معناتها يمين لمال، كان في عزلة، وحسب رأيي اختيار أروخو على الجهة اليمنى معناتها زاد كذلك زاد في الطين بلة، ما عادش ثم حلول معناتها من الجهة اليمنى. شفنا الجهة اليمنى معناتها على عكس ممكن المباريات السابقة متاع برشلونة اللي هي نقطة قوة معناتها الفريق هذايا. تقريبا كل كرة يلمسها لامين كان يجد 3 لاعبين من فريق نيوكاسل، كان دائما في عزلة، ما كانش ثم لا مساندة على مستوى الظهير الأيمن، لا مساندة كذلك من وسط الميدان اللي يكون بجنبه. معناتها المباراة اللي كانت في الدوري، المباراة اللي قبل هذه معناتها شفنا اللي كانوا أولمو كان بجنبه، كان ثم العديد من الحلول وبطلب الكرة في هذا هدف جميل كابتن، عرضية ممتازة. هذا هدف جميل كذلك معناتها يظهر اللي كونه حتى كي تلعب انت بظهير ايمن بصبغه دفاعيه نجم تجي فيك اجوال. معناتها المركز نتاع اروخو لم يكن معناتها ثم لاعب موجود، اظن رافينيا هو قام بالتغطيه. هنا ظلم الكره، معناتها في بعض الاحيان الكره تظلم فريق قام بكل شيء على مستوى عالي، لياقه بدنيه، مهاره، خروج بالكره، استحواذ، نسق، فرض على برشلونة معناتها البقاء في المناطق نتاعو. ما شفناش استحواذ، ما شفناش اللعب الممتع لبرشلونة، وهذا حسب رأيي اوكي الجانب البدني، لكن كذلك معناتها الخطة التكتيكية والروح اللي لعبوا فيها لاعبين نيوكاسل معناتها كانت روح عالية، وكان ثم تفوق في الملعب معناتها تفوق كلي الفريق نيوكاسل على المستوى الفني، على المستوى السرعات، على المستوى البدني، على المستوى الثنائيات. وهذا معناتها في الاخر معناتها برشلونه حسب رايي افتك نقطه ونقطه ثمينه معناتها من ملعب نيوكاسل، نظرا لكونه الفوارق كانت بعيده، وشفنا اليوم فريق واحد في الملعب اللي هو فريق نيوكاسل، لكن للاسف معناتها خرجت النتيجه بتعادل غير عادل. الشوط الثاني كابتن وائل مساحات كانت واضحه، اختراق دفاعات برشلونه كان اسهل بكثير من الشوط الاول. يعني الفريق الانجليزي فريق بدني قوي جدا يا محمد، وزي ما قلت لك واحنا شايفين في سرعات والتبديلات كمان عملت فارق بصراحه، عملت اضافه نزول جوردون وميرفي والاسماء الاخرى اللي نزلت اضافت لفريق نيوكاسل، بالاضافه الى زي ما قلت الحاله البدنيه السيئه لبرشلونه. غياب ديونج كمان في وسط الملعب يا محمد كان عامل مهم جدا. لما تكون بتلاعب فريق بدني بالشكل ده لابد ان يكون عندك لعيبه في وسط الملعب تعرف تستحوذ وتمسك الكرة بشكل جيد. هنا خطأ انا اشوف ان يعني يتحمل مسؤوليته طبعا اراوخو بشكل كبير جدا، لان الكرة لما اتعملت بالعرض بالشكل اللي عملها ميرفي ده، العمق الدفاع كان فاضي. اراوخو بص اراوخو كل ده الكرة بتتلعب وهو بيتمشى، هو يعني بعيد تماما عن مكانه. كان لابد ان ينزل يبقى موجود في عمق الدفاع قدام الحارس هنا. حتى جارسيا انا اشوف ان هو كان ممكن يتعامل مع الكرة دي افضل من كده، كان ممكن يطلع ياخد الكرة دي، لان الكرة واضحة ما فيهاش السرعة ولا الشدة الكبيرة. هو حاول يصلح الخطأ هنا، ولكن كان فيها توفيق كبير جدا. انما خطأ يتحمله اراوخو في عمق الدفاع، ولكن في النهاية بالنسبة لي نتيجة جيدة جدا لبرشلونة. عدم قبول اهداف بعد الضغط الكبير اللي عمله نيوكاسل، بعد الاداء القوي جدا في المباراة في ملعب برشلونة، ممكن مع عودة ديونج وعودة الأسماء الأخرى تكون الأمور أفضل من كده بكتير. إنما في بعض العناصر برضو ساعدت برشلونة إنه يظهر بالشكل ده. رافينيا كان سيء جدا في المباراة، ليفاندوفسكي مش موجود. يمكن اللي حاول لامين بعض الشيء، ولكن
مع الضغط ومع القوه اللي لعب بها نيوكاسل انا اشوف ان النتيجه ايجابيه جدا لبرشلونه. الى تصريحات سيد ايدي هاو مدرب فريق نيوكاسل مباشره بعد نهايه هذه المباراه. I don't know whether to say congratulations on a. تهنينا على هذا الأداء الجيد. كيف تقيم مباراة الليلة؟ أعتقد بالنسبة لي هذا أداء رائع، ولكن فرطنا في نتيجة الانتصار. لعبنا بطريقة جيدة، مجهودات كبيرة مبذولة من اللاعبين، الحيوية والطاقة الحيوية كانت موجودة خلال المباراة، الاستحواذ على الكرة كان جيد، تحلينا بعطاء دفاعي جيد، وأيضا الثناء موصول للاعبين، ولكن أيضا أجبرنا لاعبي نادي برشلونة على ارتكاب بعض الأخطاء. إذا الهدف جاء في الوقت الإضافي. طبعا أعتقد أن هذه الليلة، ليلة السان جيمس بارك، كانت ليلة جيدة بالنسبة لكل اللاعبين. بارنز سجل الهدف في وقت مبكر وأعطانا الأسبقية، ولكن جايكوب وميرفي كان بإمكانهما أيضا أن يترجم بعض الفرص إلى أهداف، لكن بيّنوا أن لدينا الروح الانتصارية وأن نفرض أنفسنا على الفريق الخصم. الجمهور وردة فعل الجمهور تجاه ما حصل في آخر دقيقة. أنت تخوض مباراة لمدة 90 دقيقة مع احتساب الوقت الإضافي. أعتقد أن المباراة إلى حد ما كانت متوازنة، ولا أريد أن أركز على الأداء التحكيمي. هذا تصريح ايدي هاو الذي ختم حديثه بعدم الرغبة في الحديث عن حكم هذه المباراة، ربما يقصد إلغاء الهدف أو ركلة الجزاء أو ربما إضافة ثواني قليلة بعد نهاية الوقت الأصلي، الوقت المحتسب، بديلا للضائع. لو تحدثنا جيروم عن المدرب الآخر سيد فليك الذي لعبت معه لفترة طويلة، تعرفه جيدا على مستوى النادي وأيضا على مستوى المنتخب، من خلال عملك وفوزك بدوري الأبطال، هل هو من المدربين الذين يتعاملون مع المباريات في مرحلة خروج المهزوم خارج الديار بشكل وداخل الديار بشكل مختلف، وهذا السبب في أداء برشلونة، أم هناك تفسير؟ لا أعتقد أنه سعيد بالمردود المقدم من اللاعبين، وفي اعتقادي أننا لم نرى نشاطا كبيرا من قبل لاعبي نادي برشلونة. النشاط المعود من قبل لاعبي نادي برشلونة. أما فيما يخص نادي نيوكاسل يونايتد، قد قاموا باحتواء لاعبي نادي البرشا بطريقة جيدة، ولم يستطع نادي برشلونة أن يصل إلى الثلث الأخير وخلق الكثير من الفرص. هذا فيما يخص نيوكاسل ستيج. إذن مثل ما قلت أنت، هذه مباراة دوري خروج المغلوب، ولديها المقاربة الخاص بها. هانزي فليك هو المدرب، وهو من يستطيع أن يضع المقاربة الأحسن في جولة